نظل نقعد نتكلم عن الكبير الكبير وكرامتنا عماله تتبهدل، ما بقتش فكره مقبوله، ولازم نراجع فكره الكبير، ولازم نراجع فكره العروبه وفكره بعض المواقف المتعنته من بعض الشعوب او من بعض الحكومات، لان للاسف المسؤولين الرسميين في الجزائر كانوا بيدفعوا نحو هذا الصراع ونحو هذا العصبيه. انا شفت تصريحات غريبه للمسؤولين، السفير بتاعهم هنا يقول لك ملف القتلى لسه مفتوح، وزير التضامن بتاعهم يقول له احنا تعرضنا للمذبحه في القاهره، ما تعرضوش لحاجه، ويستحيل اللي يكون اللي احنا شفناه النهارده، هم شافوا حتى 1 على مليون منه في القاهره. اذا هذه هي شهاده الكاتب الصحفي الاستاذ محمود مسلم، كاتب الصحفي في جريده الاخبار. الاستاذ الفنان ماجد المصري، باين عليك الارهاق والاجهاد، ويبدو انك تعرضت هناك لبعض المشاكل. ايه اللي حصل بالظبط؟ الاستاذ محمود طبعا قال ان هو سمع ان في سنج ومطاوي، احنا شفنا اول ما نزلنا. ده اللي انا بقول له، انت سمعت لكن شفت ايه؟ انا شفت انا وزمايلي الفنانين كلنا واحنا في الاتوبيس اول ما دخلنا السودان. احنا شفنا ناس فوق الميكروباصات ماسكين سنج ومطاوي سواطير وقالعين الجزء اللي هو الفوقاني ده، واقفين فوق العربيات، واي عربيه عليها علم مصري كده بالظبط واقفين يعملوا كده ويعمل لنا ايه ده. فاحنا قعدنا نضحك، مش متخيلين يعني، قلت مش متخيلين يعني. خلاص. فنان ماجد المصري، انا عايز اسالك سؤال امين، برغم ان انتم بتشرفونا في اي مكان، هل نوعيه الجمهور اللي راح يشجع منتخب مصر في هذه المباراه تتلائم مع نوعيه الجمهور اللي راح يشجع منتخب الجزائر؟ لا خالص. لا. ايه اللي حصل؟ كان ايه المفروض يحصل؟ احنا جمهور، بص، مصر جمهور محترم جدا جدا ومسالم جدا، حتى يعني احنا اتغلبنا وخرجنا بمنتهى الادب بالظبط. ولو احنا بقينا ماشيين في انا شخصيا كماجد المصري قاعد في عربيه بتوصلني انا وطارق علام ومحمد كريم، خلاص، وعربيه جنبي في ميكروباص فيها احنا واقفين مثلا كاننا في وسط الجزائر، خلاص، وطبعا العربيه فواحد شافني لابس احمر، بيقول لي انت مصري؟ قلت له انا مصري، اصلا مش هغير، مش هقول له انا هندي، كويس. طبعا مش عايز اقول لك مشاجره طبعا، وهنزل مضحك مبكي. طارق علام بقى يشدني يقول لي انت مجنون، انت رايح فين؟ عايز انزل يعني، خلاص هتشابك معاه في الشارع. تخيل احنا وصلنا للدرجه دي، ناس بتشتمك، يعني مين ده اللي يشتمنا اصلا؟ مين على مستوى الوطن العربي وليه؟ عارف ازاي؟ احنا رايحين بلد المفروض كنا نتامن اكتر من كده، ده رايي، كويس. نتامن اكتر من كده، مع احترامي للبلد المستضيف، كويس، يامننا ويدرس حاله الطرفين ويعرف حساسيه الموقف عامله ازاي، ويعرف البلد، يعرف الجزائر اساسا ملفها ايه عشان يعرف، واحنا ملفنا ايه عشان يعرف يامن مظبوط. انا كنت حاسس ان انا لا، وفي شباب كتير جدا جدا من مصر يا جماعه راحوا، في ناس عينيها راحت خالص، في ناس وشها، في اتوبيس اتكسر، من ميكروباص معدي جنب كده ودخلوا باللمواس شالوا وش واحد. يا جماعه ركزوا في اللي بيحصل، الكلام ده كلام فاضي. مفيش حاجه اسمها ان السودان ما امنتناش، مفيش حاجه اسمها نقعد نجامل بعض، لا، مفيش تامين حصل. ماجد الفنان الكبير ماجد المصري. اذا هي حاله من الغضب العارمه عقب مباراه مصر والجزائر، وما زلنا نتابع. ونعود مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى الأستاذ عامر الوكيل رئيس التحرير في